البورق العراقي من أكثر الأكلات اللي إلها مكانة خاصة على السفرة العراقية. اليوم راح نسويه بعجينة منزلية بسيطة، بس النتيجة تنافس أطيب المطاعم. من 3 أكواب طحين ورشة ملح ومي، من هالبساطة راح يطلع عندنا أطيب بورق ممكن تتذوقوه. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. راح نستخدم 3 أكواب من الطحين المتعدد الاستعمالات، وملعقة صغيرة ملح، وكوب من المي. وراح نعجن يا أما باستخدام العجانة الكهربائية أو بالإيد. وقد نحتاج ماء إضافي حسب نوع الطحين. أنا أحتاج 3 ملاعق ماء إضافية. مدة العجن من 10 إلى 15 دقيقة حتى نحصل على عجينة صلبة ناعمة الملمس. وراح نسوي كرات صغيرة الحجم، هذا الحجم أكبر أو أصغر حسب الرغبة. هسه راح نخلي الزيت بقالب أو صينية، ونرتب هاي الكرات وراح نزيتها من الجهتين. نغطيها بقطعة بلاستيك ونتركها ترتاح. بالنسبة للحشوة عندي هنا لحم مثروم حمسته ويا البصل، وضفت له بس ملح وفلفل أسود. وهسه راح أضيف كمية من المعدنوس المثروم ناعم. نمزج المكونات وبهذا تكون الحشوة الأولى جهزت ويانا. الحشوة الثانية عندي هنا جبن عكاوي مبروش أو أي نوع ترغبوا له. راح أضيف له كمية من المعدنوس المثروم ناعم، وأيضا أمزج المكونات. وبكل سهولة جهزت ويانا الحشوة الثانية. وبعد ما ترتاح العجينة راح نخلي زيت على سطح العمل، وراح نمد العجينة مثل ما موضح بالفيديو، بحيث تكون شفافة ورقيقة. هسه نعمل قاعدة حتى نضع بيها الحشوة. أولا راح أستخدم حشوة اللحم ونغلقها كما موضح بالفيديو. وراح نعمل وحدة أخرى، تلاحظون تتمدد بكل سهولة وما تتشقق ويانا لأن تركتها ترتاح ساعة. هسه استخدمت حشوة الجبن والمعدنوس. هاي المقادير اطتني 22 قطعة بورق. وهسه نقليهم بزيت ساخن وعلى حرارة وسط، ونرفعهم من الحرارة لمن ياخذون لون ذهبي من الجهتين. جربوا هالوصفة وشوفوا شلون بعجينة بسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت تقدرون تسوون بورق يبيض الوجه بالطعم والشكل. سووا هالوصفة وخلوا سفرتكم دايما عامرة بأكلات تفرح القلب قبل المعدة، وألف صحة وعافية.